تيقولوا مالي الحكمة هل العقول اللي ما خلاو ليا انا ما نقول. على قد الحافة مد رجليك ولبس قدك يواتيك. القصة ديال اليوم وقعت سنة 2006، واحتراما للاهل ديال مالين القصة غادي نبدل الاسماء ديال ابطال هاد القصة. فاتحة بنت من مواليد 1981 من مدينة القارة. ملي شدات البكالوريا دخلت للمعهد ديال مضيفات الطيران، وهذا الشيء علاش انتقلت تتعيش مع اختها في مدينه الدار البيضاء. غادي تقرا عامين في هذا المعهد، ومن بعد عامين غادي تاخذ الدبلوم ديالها. فاتحه بدات كتقلب على خدمه، وحيك فاتحه بنت زوينه وطويله وقاريه بالزربه لقات وظيفه في شركه طيران الخليج. طيران الخليج هو الشركه الوطنيه للطيران البحريني، وحيت كيف ما كنعرفوا شركة الطيران العالمية ولا حتى الخليجية كيقدموا ديما فرص ديال الشغل في كل المجالات للمغاربة. ومرة كانوا كينظموا مباريات للتوظيف اللي تتقام في الفنادق المغربية، خصوصا في مدينة الدار البيضاء. وبالفعل فاتحة سمعت بهذه المباراة، مشات قدمات ونجحات. اختاروها ضمن الطاقم اللي غادي يخدم في هذه الشركة. جمعت وريقاتها، سلمت على الأهل ديالها ومشات للبحرين. عام 2001 فاتحة غادي يكون أول سنة غادي تحط رجليها في البحرين. استقرت في المنامة مع شي بنات اللي كانوا مشاو معاها من المغرب. بداو جميعهم داك الكورس ديال التدريب باش يأهلوهم للخدمة، وكانت المدة ديال هاد الكورس هي شهرين. فيها كيتعلموا كيفاش يتعاملوا مع المسافرين في الطيارة. من بعد استلمت فاتحة رسميا الشغل ديالها كمضيفة في طيران الخليج. بدات تتسافر من بلاد لبلاد بحكم الخدمة ديالها، وصراحة ضحكت لي هاد الدنيا. لقات خدمة زوينة بصالير زوين في عمر صغير. المهم كل المؤشرات كانت كتقول باللي فاتحة كتعيش أحسن أيام عمرها. وكان كذلك شهريا كانت كترسل واحد المبلغ للعائلة ديالها باش تعاونهم على المعيشة. حيك فاتحة بحالها بحال أغلب المغاربة هي من واحد العائلة على قد الحال. سير يا يوم جي يا غدا، سير يا يوم جي يا غدا. واحد النهار الشركة فين خدامة فاتحة اللي هي طيران الخليج نظموا واحد الحفل في واحد الفندق فاخر في المنامة. المنامة هي عاصمة البحرين، وكانت فاتحة من الموظفات اللي حضروا في هذا الحفل. وكان من بين الحضور واحد السيد الاسم ديالو جاسم، هو بحريني. فاتحة كانت كيف ما قلنا زوينة، والطول والفورمة ما فيها ما يتعب. غير شافها هاد جاسم قرر يهضر معها ويتعرف عليها. جاسم كان رجل أعمال ومنعش عقاري، وفعلا تعرفوا على بعضياتهم، تبادلوا التليفونات، الأرقام ديال التليفونات ديالهم، وكل واحد مشى في حالاته. هنا بدا جاسم مرة طيعيط الفاتحة وكيسول فيها. هو كان واحد السيد بعقله، كان العمر ديالو 47 سنة، مزوج وعنده 2 بنيات. وبحكم الخدمة ديالو والخدمة ديال فاتحة بقات العلاقة ديالهم غير بالتليفون، حيت غالبا جاسم كان كيكون في لندن على قبل خدمته، اللي هو اساسا حط كل الخدمه ديالته في لندن. فكان ديما حياته بين لندن المنامه ولندن. واحد المره جاسم تواصل مع فاتحه وعرف منها بلا عندها واحد الرحله للندن، ومادام هو كاين تماك في لندن نسق معاها واتفقوا يتلاقاو تماك. حددوا الوقت والبلاصه اللي غادي يتلاقاو فيها، وفعلا تلاقاو وتعرفوا على بعضياتهم اكثر. جاسم هضر على راسو بزاف، فقرب حياته الشخصيه من فاتحه. عرفت منه بالله هو ديما بين لندن والمنامه، حيت المشاريع ديالو كلهم كاينين في لندن. من بعد هذا اللقاء جاسم حس باللي فاتحه دخلت لخاطره وعجباته شكلا وعقلا. زاد التواصل بيناتهم بالتليفون، وبدات العلاقه تقوى بيناتهم حتى لواحد النهار. هذاك النهار جاسم اقترح على فاتحة باش يتزوجوا بشرط واحد، تخرج من الخدمة.
وحيك فاتحة عارفة المستوى اللي غادي تعيش فيه مع جاسم، ما تردداتش باش تقبل الشرط ديالو وتخرج من الخدمة. وفعلا نزلوا للمغرب، دارت العرس، فرحات براسها وفرحات والديها، جمعت شوينطاتها ورجعت مع راجلها رسميا للبحرين. دار ليها دارها بوحدها، وجاب ليها مساعدات، وجاب ليها الشيفور ديالها، يعني عيشة اي بنت تتمناها، ما كان خاصها حتى شي خير. وخصص واحد المبلغ مالي لوالديها كتعويض عن الوظيفة اللي خرجت منها. المهم كيف ما قلنا، فاتحة ما كان خاصها حتى شي خير، غير شوية راجلها كان تيغيب عليها بحكم الخدمة ديالو ودارو الاخرى ومراته وبنياته، فضروري كان تيغيب عليها راجلها. المهم شهر على شهر بدات فاتحة كتحس بالقنطة، كل شي كاين، ولكن هي ما مقتنعاش تبقى غير جالسة في الدار، وخصوصا ان الراجل ديما غايب. هنا فاتحة طلبات من راجلها يخليها تخدم في شي شركة من الشركات ديالو، منها تحيد القنط ومنها تعاونو. جاسم قبل الفكرة ديالها بالزربة، حيت كان كيبغيها وما كان كيخسرش ليها الخاطر. بدات فاتحة الخدمة ديالها في الشركة مع راجلها، وحسيت بالسعادة حيت شغلات راسها من الجلسة في الدار. ومن مورا عام من زواجهم، فاتحة رزقها الله سبحانه وتعالى بوليد. هنا جاسم ما قداتو فرحة، خصوصا ان عنده غير 2 البنيات. المرة الاولى جايبه له 2 البنيات، فمنين جابت له فاتحة الولد طار بالفرحة. داك الحب الفاتحة ولا مضوبل على 2 ولا على كتر. شرى ليها بارتما في كازا، كادو ديال النفاس. فاتحة سكنات والديها في ديك البارتما ديالها، والامور مشات مزيانه لا معها ولا مع والديها. هنا هادشي كله كيوقع، والمرة الاولى غير كتفرج. الاهتمام بها وبناتها قل، الهدايا قلوا، الزيارات قلت. هنا بدات الغيره كتخدم، خصوصا مني ولدت فاتحة الولد. بقات الغيره شويه بشويه تتكبر، والحسد والحقد خدامين. وبدات المرة الاولى كتبلاني الفاتحة غير بالشويه وبالعقل، كتقلب كيفاش تفك منها وتفك راجلها منها. وفعلا طاحت عليها واحد لاله مولاتي الفكره، الشيطان جلس يصفق ليها من اللي عرف اشنو البلان اللي باغا دير الفاتحة. مباشره بدات المره الاولى في التطبيق، عيطت للاخ ديالها وطلبت منه يجي عندها للدار حيت باغياه في شي موضوع مهم. وفعلا جا عندها للدار، وبدات كتشكي عليه الاهمال اللي راجلها ولا تيوريها من جهته هو وبنياته، هي وبنياتها، وكيفاش ولا ما كيشوف غير فاتحة. الاخ ديالها تعاطف معها، قال ليها اللي بغيتيه انا موجود، فكري وقرري واتصلي عليا. مشى الاخ ديالها في حالته وفراسو 100 فكره وفكره كتغلي بنفس درجه الغليان اللي اختو كيغلي الحسد والغيره والحقد في قلبها. اتفقت هي وخوها غادي تشوف ما دير، وحتى هو يخدم داك المخيخ ديالو شويه بشويه، وملي وصلوا للحل يتقابلوا مرة أخرى باش يبداو في التنفيذ. وفعلا الفكرة ديالتهم جهنمية. دخلوا الفاتحة من نقطة الضعف اللي عندها، وهي الغياب المستمر ديال راجلها. كانت فاتحة كتفتقد الجانب العاطفي في حياتها، رغم أن راجلها موفر ليها كل شيء، أي حاجة ممكن تحلم بها أي بنت كانت عندها، ولكن ما قدرش يعوضها هاد الشيء كله على الغياب ديال راجلها. هنا البلان غادي يبدا، غادي ينوض الاخ ديال المراه الاولى وغادي يتواصل مع واحد الموظف مصري خدام مع زينب. قال ليه بغيتك تقرب من زينب وتمثل عليها الحب حتى تطيحها، وهذا شيك على بياض، كتب المبلغ اللي بغيتي وانا موجود. السيد المصري كان وسيم وكان جذاب، والشكل ديالو اي بنت ممكن يعجبها. ولكن هاد الولد خليونا نسميوه باسم، ولكن هاد الولد رفض، قال للاخ ديال المراه الاولى واش انت تسطيتي؟ ما بانت لك غير مرت الباترون، بغيتيه يغبرني؟ ما نقدرش اخويا ندير معاك شي حاجه بحال هكا.
بقى الاخ ديال الزوجه الاولى كيتربص بيه وكيتحاول معاه، مره كادو، مره كليمات، مره عراضه، مره حتى قنع المصري باش يحط يدو في يديهم. وهذاك الشيء اللي كاين غراه بالفلوس. وبدا باسم الخدمه ديالو. الخدمه ديال باسم كانت هي يتقرب من فتيحه شويه بشويه وغير بالعقل، باش حتى شي حد ما يحس بهم من الموظفين اللي حداهم وبلا ما يفيقوا بهم، وباش يحمسوا باسم سبقوا ليه النص ديال الفلوس اللي حدد هو، والنص الثاني قالوا ليه ملي تسالي المهمه ديالتك غادي تستلمو كامل. وبالفعل شويه بشويه قدر المصري يشد الانتباه ديال فتيحه بالوسامه ديالو وشكله وحتى بالهضره ديالو. حيت باسم كيف ما كنقولوا كان بياع كلام، كان لسانه حلو، كيعرف كيفاش يسيطر على المخ ديال المراه. المهم قدر يشد الاهتمام ديال فتيحه وتواعد معاها وعمر ليه هذاك الجانب العاطفي اللي كانت كتعاني منه. ولاو كيهضروا في التليفون، مره تيخرجوا يتغداو مع بعضياتهم مورا الخدمه، حقا ما حقا خاصها تسني ليا شي وريقات. حتى جا داك النهار المحتوم، عرض عليها العشاء وهي قبلات. مشاو للمطعم، تعشاو، اهضروا، دوزوا وقت معقول، تعرفوا على بعضياتهم اكثر. وفي واحد اللحظه طلب منها باسم تكمل معاه السهره في الدار. في الاول رفضات، ولكن في لحظه الضعف والشيطان كان حاضر قبلات. هنا مشات معاه للدار. باسم من الاول كان موجد راسو، كان حاط كاميرات في بيت النعاس في بلاصه ما كتشافش، وهذا هو المخطط ديال مرت جاسم الاولى. وفعلا فتيحه وقعت في الغلط للاسف، وصورها باسم في اوضاع مخله بالاداب. هنا سال الدور ديال باسم. ملي فتيحه مشات لدارها هز هذوك الفيديوهات وهما يرسلهم لمرت جاسم، وطالبها بالنص الثاني ديال المبلغ اللي باقي بيناتهم. المهم ملي وصل الفيديو لمرت جاسم مباشرة صيفطت خوها جاب ليها كارطة ديال التليفون وتليفون جديد باش ما تبانش في الصورة نهائيا. حطت الكارطة في التليفون ورسلت هذوك الفيديوهات كلهم لراجلها، ومباشرة تخلصت من الرقم وتخلصت حتى من التليفون اللي رسلت منه الفيديوهات الجاسم. وصلوا الفيديوهات لراجلها، فتح التليفون شاف الفيديو دارت به الارض، وهو كان في لندن ما عرف اشنو يدير. داخ حس بالغدر ويشد اول طياره نازله للبحرين جا فيها. وصل للمطار، مشى مباشره للدار ديال فتيحه، دخل سلم جلس شويه ويقول لها كون غير نطي نمشيو للفيرما ندوزو واحد الوقيت تماك انا وياك راني توحشتك. ناضت السيده قالت لي هي اللي ما تعاودش، بدات كتوجد في راسها، لبسات، هزات الدري شدته من عند المساعده بدات تلبس فيه. قال لها غير خلي الدري مع المساعده، راني بغيت نكون غير انا وانتي، هي ليله وحده وغدا ان شاء الله مع الصباح غادي نرجعوا. وفعلا لبسات وخرجت معاه. مشاو للفيرما، وصلوا للفيرما جلسوا طلبوا العشاء تعشاو. واحد شويه مشى جاسم للكوزينه بحال بغا يجيب كاس الماء هو يهز الجنويه. جا الفاتحه من الظهر ديالها غادي يعطيها 5 ديال الطعنات في العنق والظهر ديالها، وغادي تطيح جثه هامده. كل شي داز في ثواني. غادي يهزها ويلويها في كيس بلاستيكي ويدفنها في الفيرما ديالو ويرجع بحال لا ما دار حتى شي حاجه. داز النهار الاول، دازت يومين. العائله ديال فاتحه متعودين ان فاتحه تتصل عليهم بشكل يومي. منين ما اتصلتش عليهم بنتهم اتصلوا بجاسم كيسولوا عليها. جاسم ما كانش تيرد على التليفون. هنا الاخت ديال فاتحه حست بلا واقعه شي حاجه خايبه. واش كانت اختها عاودت ليها على المصري، واش غير احساس هكاك، الله اعلم. هنا المصري رد البال بلا فاتحه ما بقاتش تجي للخدمه، ولاحظ باللي جاسم ديما ولا معصب وديما ولا ساهي. ملي دازت 6 ايام
بدا المصري تيطالب بنص الفلوس ديالو اللي باقي عند مرات جاسم الاولى وخوها. المراه غير تقضى ليها الغرض وهي تبدا تتقال عليه وتتاجل، ولات ما مسوقاش ليه. رسل ليها الهضره الاولى، رسل ليها الهضره الثانيه، والو. رسل ليها التهديد الاول، رسل ليها التهديد الثاني، بحال الا تيهضر مع الحيط. المصري حس بلا دارت به، هو يقول عليا وعلى اعدائي. مرت جاسم الاولى ما توقعاتش ان المصري غادي ياخد داك التهديد ديالو على محمل الجد، والمصري بدا كيحس بتأنيب الضمير. هو الصراحه كون خد الفلوس ديالو عمر هذاك الضمير ما غادي يحس به، غاحيك ما خدش الفلوس هو يحس به. المهم ما عليناش. وسط هذا الروينه كامله ناض المصري واحد الصباح ومشى للكوميساريه وعاود ليهم كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم. دابا البوليس ولاو بغاو يعرفوا غير فين هي فتيحه. دابا تواصلوا مع راجلها جاسم، مشى عندهم. ملي سولوه على مراته فتيحه قال لهم راها نزلت للمغرب في واحد الزياره سريعه للعائله وغادي ترجع هاد السيمانه. وفعلا العناصر الامنيه لاحظوا شويه ديال التوتر على جاسم وهما تيستجوبوا فيه. هذاك الشيء اللي خلاهم يتواصلوا مع مصلحه الجوازات وتيسولوا على فتيحه واش فعلا خرجات من البحرين ولا ما خرجاتش، حيت الحركه ديال المسافر تتبين في الجوازات، سواء الباسبور تطبع في الخروج ولا في الدخول. غادي ترجع الافاده وتم اخبارهم بان فتيحه ما خرجاتش من البحرين والباسبور ديالها ما تطبعش في الخروج. هذا الخبر خلق مجموعه ديال التساؤلات عند الشرطه اللي قرروا باش يتواصلوا مره اخرى مع جاسم بوحده وحتى مع المساعدات والشيفور ديال فاتحه. ملي سولوهم قالوا لهم بلا جاسم جا من السفر هذاك النهار على بغته، وباللي المدام ما كانتش عارفه بلا هو جاي. قالوا للشرطه كذلك انهم ملي كانوا كيبغيو يمشيو للفيرما كيمشيو كلهم، ولكن هاد المره مشاو بالليل بلا ما يتسارح ومشاو غير بجوج بهم، وحتى الدري خلاوه المساعده ديالتهم. الشرطه قرروا يمشيو للفيرما ويديو الكلاب المدربه معاهم ويحاولوا يشوفوا اشنو واقع تماك. وفعلا بعد ما قاموا بعمليه مسح للفيرما كامله، الكلاب البوليسيه اكتشفت المكان ديال الجثه للاسف. وقدام وجود الجثه في الفيرما والتصريحات ديال المساعدات والشيفور والهضره ديال المصري، جاسم ما بقى قدامه غير يعترف بالجريمه ديالو. وفعلا اعترف وتم الحكم عليه بالاعدام. مراته تم الحكم عليها ب30 سنه نافذه، الاخ ديالها تم الحكم عليه ب30 سنه نافذه، والمصري تم الحكم عليه ب20 عام. جاسم رغم انه كان مجرم الا انه كان ضحيه لمكيده الزوجه والاخ ديالها. وصراحه قصه كتحزن، الكل خرج خاسر في هذه القصه، حتى الاطفال سواء البنيات ولا الولد ديال فاتحه الكل خسر. وطبعا الخيانه ما عندها حتى شي مبرر. فتيحه كان عندها استعداد للخيانه سواء مع المصري ولا مع غيره، بالمكيده ديالت الزوجه ولا بلا مكيده ديالت الزوجه، العيب كان فيها هي. ومادام خانت كانت تقدر تخون بالبلان ديال ضرتها كيف ما قلت، وبلا بلان ضرتها. الله يحفظنا ويحفظكم من وسخ القلوب، من الغيره والحقد والحسد. هنا تتسالي القصه ديالي، نشوفكم في الفيديو الجاي.